أوبيتو وكاكاشي ما كانوا زملاء عمل بس، كانوا أصدقاء ونقدر نسميهم أخوان، لحد ما أوبيتو شاف حادثة واحدة غيرت كل شيء وغيرت علاقتهم للأبد. بس قبل ما نوصل لقتالهم الأسطوري خلونا نرجع شوية للماضي. أوبيتو وكاكاشي كانوا انعكاس واضح لناروتو وساسكي. أوبيتو كان شينوبي شاب من قرية الورق، طموح وقلبه نقي ولسه ما متأثر بالمآسي والخسارات. حلمه انه يصير هوكاجي تماما مثل ناروتو اللي جا بعده. اي نقص بالقدرات كان يعوضه بالإرادة بشخصيته المحبوبة وحب لمساعدة الغير، خصوصا وي فريقه اللي صار بمرور الوقت عائلته الحقيقية. كاكاشي بالمقابل كان العكس تماما، شينوبي عبقري موهوب بشكل استثنائي، بس كان انطوائي، خسر أبوه وهو صغير. ومثل ناروتو وساسكي بالبداية علاقتهم كانت متوترة، بس بمرور الوقت وبساحات القتال كسبوا احترام بعض. بس هالصداقة ما طولت هواية، لأن أوبيتو وحدة من المهمات جسمه انضغط جوا صخرة، وكهدية أخيرة قدمها للفريق مالته انطى كاكاشي عين الشرنجان اليسرى. بس ما خلاها الموضوع ينتهي وخلاص، رجع لأوبيتو واعتنى بيه لحد ما رجع للحياة. ومن أوبيتو صار متلهف يرجع لقريته ويشوف أصدقائه. اللي شافه كان صدمة ما تنوصف. شاف كاكاشي وهو يغرز رين بتقنية البرق مباشرة بقلبها. هالمنظر قلب كل شيء داخل أوبيتو وغير نظرته للعالم للأبد. وبعد سنين طويلة حياة أوبيتو تحولت لكابوس. عالم الشينوبي خذله مرة ورا مرة وكسر بكل الطرق الممكنة. أوبيتو بدأ حياته بدون عائلته الحقيقية، وبعدها خسر حتى عائلته اللي تعرف عليها. ولهذا السبب بدأ يدور على عالم ثاني، عالم ما بيه وجع ولا خسارة. مادارا كان واقف وياه يدفع بهالطريق خطوة خطوة، وهالطريق نهايته وصلت لإعلان الحرب. كاكاشي كان يعرف زين حتى يغير مجرى الحرب لصالحهم لازم يقتل أوبيتو. وطبعا هو كان يؤمن أنه قتله هو الطريقة الوحيدة حتى يحمي أوبيتو القديم، الشخص اللي كان يعرفه. وهذا القتال ما كان مجرد مواجهة، هذا كان قصة اثنين كانوا مثل الإخوان. وباختصار كاكاشي وأوبيتو دخلوا القتال، وهذا القتال شوفنا عبقرية الانمي بدايته. أقوى نقطة عنده كانت البساطة. الاثنين اعتمدوا أغلب الوقت على التايجستو ويستخدمون النينجستو بس شغلات بسيطة. من خلال الفلاش باكات نشوف شلون أوبيتو تطور كشينوبي. من واحد كان يدرب وحده على جيتسو كرة النار صار مقاتل يقدر يسوي الجيتسو بإيد وحده وبكل ثقة. مو بس هذا، صار عنده وعي وتركيز يخليه يستخدم إيد كاكاشي نفسها حتى يكمل الجيتسو. طبعا كرة النار مالته صارت أكبر وأقوى، وبدأ يضاهي كاكاشي مهارة بمهارة بدون أي فرق واضح بيناتهم. هالقتال كان درس متكامل بالانيميشن والإخراج الحركي. اللقطات كانت مرتبة والحركة ناعمة وواضحة، كل شيء كان يجري بسلالة تامة بدون أي مشاكل، ماكو حركة ضايعة، كل تصرف محسوب. وبنفس الوقت القتال شوفنا حقيقة مهمة، كاكاشي رغم أنه ما عنده أفضلية وراثية عوض هذا الشيء بالمهارة بالذكاء العالي. القتال خلانا نتنقل بين الحاضر والماضي، يحكي لنا قصة هالشخصين بدون ولا كلمة. المواجهة بدأت بنور موسيقى، وكل اللي نسمعه هو صوت خطواتهم بس. هذا الشيء يبرز العزلة التامة من هالبعد الغريب، ولهذا هم كانوا ساكتين. الصمت نفسه كان هو الحوار. القتال كله حكي، نقاشات بدون سوالف، حتى الفلاش باكات كانت جزء من هالحوار. كشينوبي الكلمات عمرها ما كانت أقوى سلاح عندهم. هذا القتال كان محاولة من كاكاشي حتى يعرف ايش قد بقى من أوبيتو الماضي، أوبيتو صديقه اللي كان يعرفه. بس كاكاشي بالنهاية اكتشف الحقيقة المؤلمة، أوبيتو ما راح يقدر يرجع للواقع، ما يقدر يرجع لشخصيته القديمة، لأن الواقع بالنسبة إله كان كابوس، جحيم مثل ما كان هو يسميه. هذا العالم وهذا الواقع والناس اللي عايشين بيه ما سووا شيء غير انهم كسروا أوبيتو مرة بعد مرة. وبالنسبة لأوبيتو مادارا كان طريق الهروب، كان المخرج الوحيد من كل هذا الوجع. وهنا نشوف كاكاشي وأوبيتو هم انعكاس لبعضهم حتى بهالنقطة. العالم اللي كسر أوبيتو هو نفسه اللي كسر كاكاشي، يعني مثل ناروتو وساسكي. رغم انه حياة أوبيتو بدت بطريقة قريبة من ناروتو، بس الطريق اللي مشى بيه صار أقرب لطريق ساسكي بسبب كان العالم اللي حواليهم والتأثيرات الخارجية مثل مادارا، إيتاشي وغيرهم. أما كاكاشي في حياته بدت مثل ساسكي، خسر كل شخص قريب إليه وهو صغير. بس الفرق انه كاكاشي كان عنده دعم، قريته معلمه واستاذه كلهم وقفوا وياه، لهذا ما انجرى في الشرور عالم الشينوبي. وهذا اللي يخلي المأساة أثقل، لأن لو أكو شخص يقدر فعلا يحس بأوبيتو ويفهم وجعه فهو كاكاشي. كان المفروض يكون أقرب شخص إله، سبب اللي مروا بيه مو واحد ضد الثاني. أقوى لحظة بهالقتال لما أوبيتو الكبير يسحب نسخة الطفل
ويبعدها عن المصافحة. هاللحظة تبين ايش قد كل شيء تغير. أوبيتو يمكن فكر اللحظة يرجع لصديقه القديم، بس حتى يثبت لنفسه انه هذا العالم صار جحيم وانه يقدر يلقى شخص افضل كان لازم يقطع ارتباطه بالماضي، يسحب نفسه، يبعد عن الذكريات، عن الألم. قصة أوبيتو وكاكاشي هي تجسيد كامل للمأساة، وهذا البعد اللي صار بيه القتال جسد هالمأساة بأوضح صورة. شخصين بس يقدرون يفهمون بعض، فوق هذا يحاولون يقتلون بعض. كاكاشي وحده يعرف أوبيتو الحقيقي، بس ما يقدر يعتمد لا على رين ولا على ميناتو. المسؤولية كلها كانت على عاتقه، وهو اللي لازم يرجع صديقه للطريق الصحيح، واللي حلمه الوحيد انه يصير هوكاجي. وخلال القتال كاكاشي ما كان يشوف أوبيتو اللي قدامه قد ما كان يشوف نسخته القديمة. بعد هذا احنا وصلنا القناعة انه كاكاشي حتى يحمي ناروتو ويحمي كل شخص يهتم له لازم يقتل أوبيتو. وبالنسبة لأوبيتو كان القتال محاولة أخيرة حتى يقطع آخر رابط بحياته السابقة، آخر شخص بعده حي وعايش بكل ذكرياته وحاضر بكل ماضي، كاكاشي. لهنا وصلنا وياكم نهاية الفيديو، إن شاء الله يا رب يكون عجبكم. انتظرونا بالفيديوهات الجاية. تحياتي.